السلام عليكم اخواتي، نتمنى تكونوا على خير. اليوم عاوتاني غنوجدوا واحد الشكل ثاني من الفطائر كيجي قطني لذيذ ومعمر بالشكلاط. حاجتنا في واحد نسيطرو ديال الحليب يكون دافي، معلقه كبيره ديال الخميره، واحد نص كاس ديال السكر انت بغيتي تزيدي بغيتي تنقصي، واحد الساشي ديال الفاني، نص كاس ديال زيت المائده. كنخلطوا جميع العناصر مع شويه د الملحه، راه نسيت ما صورتهاش. صافي كنخلط واحد البيضه، كنخلطو مزيان خليط حتى كتذوب لينا الخميره. كنضيفوا الدقيق شويه بشويه وحنا كنجمعوها. المهم ما تكونش جاريه، ما تكونش قاصحه، المهم ما تلصقش لنا في يدينا. حتى كنساليو كنضيفوا لها واحد 2 معالق ديال الزبده، تكون درجه حراره المطبخ تكون رطبه، حطيناها من قبل. صافي هانتوما شوفوا كي كترجع، هانتوما شاده راسها، ما جاريه ما قاصحه. كنخليوها تخمر تضاعف الحجم ديالها، وكنديروها كويرات غير صغيورين قد المشماشه، لان راه باقي غادي يتنفخوا وغادي يجيو هانتوما كيف في الاخر كيفاش غادي تشوفوهم. كنكوروهم حتى نكوروا جميع الكويرات. كنرجعوا الاولى كنديروها على شكل مستطيل، وكنقطعوها بالجراره في النص التحتاني خطوط بحال هكا، ونحطوا شويه ديال الشوكولاط للدهن الفوق. نجمعوا العجينه ونبركوا عليها شويه بالاصابع ديالنا صافي، وكنلويوها بحال هكا ونحطوها في اللاطه تكون مدهونه بالزبده اولا بالزيت. صافي كنساليو. درنا داك الكميه تبارك الله، درت لنا 2 لاطات كبار. كندهنوها بيضه وشويه ديال قهوه سريع الذوبان، واحد القطرات ديال الخل اولا حامض باش تحيد لنا الزفوره ديال هذا وديال، ندخلوها تحمر ونخرجوها بحال هكا. كنقدموها ندهنوها غير تخرج سخونه، ندهنوها بشويه د العسل